في أول رقصة ليها في الفرح، رنا رئيس ظهرت وهي بترقص على أغنية بنت أبويا مع راجل ناس كتير افتكروه إنه والدها، خصوصا بعد طريقته وتفاعله وفرحته الكبيرة بيها. بس الحقيقة غير كده تماما. الشخص اللي كان بيرقص معاها مش باباها، لأن والد رنا متوفي من كذا سنة، واللي كان بيرقص معاها على الأغنية هو واحد من قرايبها هي بتعتبره في مقام أبوها. ودي مش أول مرة يظهر معاها، كان موجود كمان وقت خطوبتها وانتشرت ليهم صور ساعتها. دايما واقف جنبها في كل المناسبات المهمة كأنه والدها بالظبط. الناس اتأثرت قوي باللحظة دي، وده طبيعي طبعا، بس مهم برضو إن احنا نبقى عارفين الحقيقة. والمهم في الموضوع إن كان واضح جدا إن رنا ليها ناس كتير بيحبوها بجد وبيعوضوها عن اللي فقدته في حياتها. وأكيد مش هننسى إن أغنية بنت أبويا اللي بتغنيها هنا يسري في كل الأفراح هي في الأصل ده غنت أول مرة لرنا رئيس في مسلسل موضوع عائلي، لما رقصت وقتها مع ماجد الكدواني في مشهد أثر في الناس كلها.